بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يا شفيعنا يوم الدين. طب المفترض النهارده بعد اللي حصل لي النهارده ما كانش المفترض ان انا اطلع واعمل لكم الفيديو. صراحة اللي حصل لي ما يتوصفش ولا يتقال. هقول لكم في خلال الفيديو إيه اللي حصل لي بالظبط وانا بعمل الفيديو ده. حصلت لي كارثة والله. الحمد لله ربنا قدر وستر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بعمل لكم يا ولاد النهاردة المحسن المخبوزات لكل أنواع المخبوزات عندك. المحسن ده بيضاعف عندك الكمية والنتيجة. سبحان الله، أنا بعد اللي حصل لي ده ما كانش المفترض إن أنا أطلع وأعمل لكم الفيديو، لكن من كتر ما النتيجة حلوة صراحة أنا نسيت الموقف. الموقف كان بشع صراحة. بُصّوا يا ولاد، محسِّن المخبوزات أو بالذات العيش يعني، ومحسِّن كل المخبوزات اللي عندِك جميل جدًا، 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 جدًا. جرّبوه هتدعوا لي. أنا نزّلت نُص ملعقة من الخميرة المعجونة أو الخميرة البلدي، الخميرة البلدي، وملعقة صغيرة من السُكّر، أو ملعقة كبيرة يعني نُص ملعقة كبيرة من السُكّر، وملعقة صغيرة من البودر، و ربع كوباية مَيّة دافية أو نُص كوباية مَيّة دافية، ربع كوباية، خلّيها ربع كوباية مَيّة دافية، وأحُط طبعًا ملعقة من الخل. ولسه البقية تأتي، يعني هي في طريقة إنِّك أنتِ تعملي بيها المُحسِّن ده هيطلع معاكِ المخبوزات صراحةً خرافة. كلمة خرافة قليلة على لأول مرّة في حياتي أعمل عيش بالطريقة اللي أنا عملتها دي. هاحُط ملعقة كبيرة من الخل، وأنا ما افتكرت أبدًا. طب أنا يعني كانت على دماغي إن أنا أعمله من بدري، بس ما افتكرتش إن النتيجة تطلع هايلة كده. لذلك أنا نسيت الموقف والحدث اللي حصل لي النهارده، وقُلت أجيب لكم النتيجة، لإن هيوفّر عليكِ بطريقة لا يمكن تتصوريها، وأبدًا عمر المخبوزات ما تفشل معاكِ بعد ما تعملي الفيديو ده. قلّبت أنا طبعًا المكونات دي كلّها تقليبة كويسة، وهاضيف ملعقة كبيرة من الدقيق. يبقى هاقولهم تاني يا جماعة. نُص ملعقة من الخميرة البلدي أو الخميرة المعجونة، ملعقة صغيرة من السكر أو نُص ملعقة كبيرة من السكر، ملعقة صغيرة بودر أو baking powder، وملعقة كبيرة خل، وملعقة كبيرة من الدقيق، ربع كوباية أو ربع كوباية أو نُص كوباية شاي من المَيّة الدافية، حسب ما أنا البولة بتاعتِك هتكفّي يعني، ربع كوباية مَيّة دافية. وهاقلّب الكمية دي كلّها وهاخلّيها فترة، وهاقول لكم على الخطوة التالية، لإن هي كذا خطوة يا جماعة هتخلّي معاكِ العيش حلو جدًا. أنا قررت قرار إن شاء الله كل ما آجي أخبز العيش أو أي مخبوزات لازم أعمل المحسّن الخبز ده، لإن النتيجة حلوة جدًا. وعمري أنا حوالي 25 سَنة باخبز وكده، عمري ما طلعت المخبوزات حلوة معايا بالشكل ده صراحة. بُصّوا طبعًا أنا غطّيتهم وسِبتهم حوالي 10 دقايق بالضبط. الخميرة خمرت إزاي؟ هانزل بُصّوا الفقاعات طبعًا. هانزل تاني عليها بربع ملعقة من البودر، وملعقة من الخل. هاورّيكم النتيجة، شوفوا النتيجة، يعني هي كانت خمرانة جدًا وتضاعفت طبعًا الكمية. ومن أول ما أنا طبعًا قعدت أقلّب فيها كانت إن الخميرة واضحة إن هي خمرانة جدًا. بُصّوا يا جماعة المحسّن ده رهيب، رهيب، رهيب جدًا. وبُصّوا التفاعلات البولة اتملت أهن، كانوا معلقتين في القاع. البولة كلّها اتملت بالخميرة أو محسّن المخبوزات. ده ينفع جميع المخبوزات يا جماعة، جميع العجائن اللي عندِك، المعجونات اللي عندِك أو المخبوزات، حُطّي لها المحسّن ده وهيضاعف معاكِ الكمية، كمان مش هيظهر أوي ده العيش بعد ما أنا قطّعته. هتسمعوا صوت الفرن وهي بتهِب الهبّة اللي هي دي. الفرن يا جماعة النهارده خلّيتني استشهدت. أنا حصل لي موقفين امبارح والنهارده سبحان الله. صوت الفرن، الصوت البشع ده صوت الفرن وهو بيهِب. سبحان الله، يعني رحمة من عند ربنا. سبحان الله، ربنا أنقذني يا دوبك لدعة بسيطة بس في إيدي. وبعد ما ارتحت ونفسي والأولاد اتلمّوا طبعًا وشغّلوا لي الفرن ووقّفوا معايا لحد ما خبزت العيش، والدنيا هديت ولدعة بسيطة يعني ما فيش حاجة الحمد لله. ربنا قدّر ولطف. لكن نتيجة العيش طلّعتني، نسّتني الموقف. الحمد لله. بُصّوا العيش النتيجة رائعة، النتيجة فوق الوصف يا جماعة. مش والله مهمًا صوّرت لكم لا أبدًا يمكن تصوّروا، لإن التليفون عندي عادي.
العيش رائع جدًا والنتيجة حلوة خالص وناجح 1000%. هيخلّي كل المخبوزات عندِك ناجحة 1000%. سواء هتعملي على فكرة يا جماعة ناوية بإذن الله إن شاء الله هاعمل لكم محسّن الكيك وهاطلّع النتيجة أحلى من كده بإذن الله. سواء هتعملي فطائر، هتعملي عيش، هتعملي أي مخبوزات عندِك يا جماعة هتبقى عندِك النتيجة حلوة أوي وموفّر للميزانية. كمان بدل هيضاعف معاكِ الكمية، يبقى موفّر للميزانية، كمان هيدبّر أمورِك. يعني بُصّي العيش أنا الكمية متضاعفة عندي خالص والله. يكاد يكون الفيديو ده يعني ظاهر شوية. بُصّوا العيش ارتفاع العيش هنا أولًا العيش متضاعف، سيبكم من الحروقات دي، أنا إيدي مش بتتضبط أوي في تدويرة الرغيف يعني. لكن أهم حاجة الطعم والماء والقوام، القوام ناعم جدًا وطري جدًا، جدًا، جدًا. والله فوق ما تتصوروا يعني يا ريت ما تخبزيش أبدًا العيش بعد كده غير لمّا تعملي الوصفة دي. فأنا رغم إن أنا الخضّة اللي أنا خدتها دي وقُلت لازم لإني عجبني الفيديو خالص وعجبتني النتيجة صراحة. فهي لدعة بسيطة إن شاء الله الحمد لله. سبحان الله زي ما بيقولوا العمر لحظة، مش العمر لحظة فيلم محمود ياسين، لأ العمر لحظة فعلًا يا جماعة الحمد لله. ربنا ما يوريكم حاجة وحشة ويبارك لكم في أولادكم بإذن الله. بُصّوا العيش يعني بعد ما قطعته عشان أوريكم كمان السمك بتاع العيش حلو إزاي. تحسّي نايتي والله نايتي فعلًا يعني. دي أول مرّة أخبزه بالطريقة دي، جرّبت كل حاجة عشان يطلع معايا العيش بهذه الطريقة. لأول مرّة يطلع معايا العيش حلو وطعم جدًا فعلًا يعني. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك والدعم عشان يصلكم كل ما هو جديد ومفيد بإذن الله. هاجيب لكم كل ما هو مختلف وكل ما هو جديد وكل ما هو مفيد عشان مش هاجيب لكم أبدًا فيديوهات مكررة. إن شاء الله هاجيب لكم كل ما هو موفّر، كل ما هو مفيد، كل ما هو جديد. لكم مني كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.